في حد دعالك النهارده؟ طبعا لسه. تعالي بقى اما ادعيلك لعل ربنا سبحانه وتعالى يستجاب مني، وان شاء الله يكون لي بالمثل زيك ان شاء الله. ارفعي ايدك للسماء وقولي معايا: اللهم اني اسالك باسمك الاعظم، اللهم اني اسالك باسمائك الحسنى ان ترزقنا يا رب العالمين، وتفرج كربنا يا ارحم الراحمين، وتيسر امرنا يا رب العالمين. اللهم ازح الغم من صدري، اللهم فرج كربي وازح الغم من صدري. اللهم ارزقني سعاده يا رب العالمين، اللهم ارزقني سعادة يا رب العالمين يتعجب منها أهل السماوات والأرض. اللهم ارزقني سعادة وفرح يا رب العالمين، وانصرني على من عداني يا رب العالمين. اللهم انصرني نصر يتعجب لها أهل السماوات والأرض. اللهم إني يا رب العالمين أشعر بالظلم يا أرحم الراحمين، اللهم إني أشعر بالظلم فارفع عني يا رب العالمين الظلم يا رب. اللهم هون علي هذه الأيام، اللهم فرج كربي وسد ديني يا أرحم الراحمين. اللهم هون علي هذه الأيام وارفع عني يا رب العالمين. اللهم انصرني واجبرني يا رب جبر يتعجب منها أهل السماوات والأرض. اللهم ارزقني فرحة يا رب أسجد لها يا رب باكية يا رب العالمين. اللهم هون علي يا رب، اللهم هون علي يا رب. اللهم اجبرني يا رب وعوض علينا يا رب عوض الصابرين. اللهم عوض علي عوض الصابرين يا رب كما عوضت على سيدنا زكريا بيحيى. اللهم اجبرني يا رب العالمين، اللهم هون علي يا رب. اللهم استرني يا رب ستر دائم يا أرحم الراحمين، أنا وولايات المسلمين أجمعين. اللهم ارفع عني الظلم، اللهم ارفع عني الظلم. اللهم هون علي يا رب كرب هذه الأيام يا أرحم الراحمين، واعطني كل ما أتمنى أنا وكل من الأمين يا رب العالمين. اللهم امين يا رب العالمين، يا رب تقبل. السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا الفيديو بتاعنا النهارده فيديو جديد وفيديو مختلف، وهنروح لدكتور التجميل. بس قبل اي حاجه، لو انتوا حبايبي مش مشتركين معايا في القناه، ارجو الاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، واللايك على الفيديو وكومنت حلو كده منكم زي ما معوديني. ربنا ما يحرمني منكم ابدا يا رب. المهم يا حبايبي، احنا رايحين النهارده لدكتور التجميل، علشان زي ما انتوا عارفين طبعا ان بنتي خلاص فرحها يوم 25 الجاي، عقبال عندكم. رايحين بقى نشوف نظبط، يعني الدكتور هيشوف بشرتها لو محتاجه تنظيف. هنشوف بقى عندها يعني بقها بقها من فوق، يعني حاسه ان هو رفنع شويه، يعني هحاول اخليه يملاه لها شويه. آه، فطبعا هشوف بقى كل التفاصيل وهقول لكم عليها وهنروح. هو الدكتور ده الصراحه دكتور التجميل اللي احنا رايحين له دوت، يعني الكل بيشكر فيه عندنا في اسكندريه. طبعا انا مش فاكره عنوانه كويس عشان اقوله لكم، بنتي هي اللي معاها كل التفاصيل، بس هي للاسف نايمه دلوقتي. اول ما تصحى ان شاء الله هقول لكم. فانا دلوقتي انا خلصت الشقه وعملت كل حاجه، واروح اصحيهم عشان ننزل. بص بقى يا جماعة، احنا ساكنة طبعا في اسكندرية، فاللي ساكن معايا من اسكندرية وجاري هيعرف طبعا الشارع دوت اسمه ايه. يلا انا هقف كده هعد لحد 3 وتكوني انتي كتبتي ده شارع اسمه ايه لو انتي في اسكندرية، ويلا يمكن نطلع جيران ان شاء الله. هي عرفت ولا لسه؟ هقول لكم انا. الشارع دوت اسمه فندق الوردة البيضاء. احنا كده في طريقنا بقى على دكتور التجميل، احنا طالعين على البحر هناك اهو. هنروح نركب من هناك، ويلا اقول لكم هنعمل ايه تاني. كده طبعا احنا بنعدي السكة واحنا خايفين، انا بخاف من الطريق ده قوي قوي، بس الحمد لله عديناه بسلام. طبعا ماسكة بناتي واحدة كده وواحدة كده، معايا طبعا بنتي الكبيرة اللي هي العروسة، ومعايا اختها الاصغر منها. كده احنا بقى ركبنا اهو في طريقنا الى الدكتور. اسكندرية بقت روعة روعة، يعني اللي ما بقاش يجي اسكندرية بقى يخسر كتير قوي. اقول لكم بقى الدكتور فين. هو الدكتور في سيدي بشر، يعني مش بعيد عني قوي، هو ما بيني وما بينه حوالي محطة. طبعا انا وبنتي بنصور بقى الجو الجميل دوت، وبيصور شايفين ده 45، ده لسه بيوضبوه.
احنا كده خلصنا يعني، هننزل بقى هنا اهو. بقى الجو كان تحفة تحفة اهي، العروسة اهي باركولها بقى في الكومنتات وقول لها وادعوا لها دعوة حلوة كده من قلبكم، ولكم مثلها ان شاء الله. يا رب عقبال كل اللي نفسها تتجوز يا رب، وعقبال عندكم كلكم. الجو يا جماعة كان روعة. انتوا عارفين لولا بس انا معايا ميعاد مع الدكتور كان زماني دخلت كده واخدت شمسية وكراسي وقعدنا واتغدينا بقى. ما اقولكمش يعني مهما اوصف في جمال الجو بصراحة مش هوفي حقه. وبصوا المكان فاضي كده وحلو، ده احلى حاجة فيه يعني. والجو كان فيه نسمة طراوة كده ونسمة سقعية تحفة جميلة جدا. طبعا احنا هنا واقفين مستنيين الاشارة تفتح علشان لا مستنيين الاشارة تقفل علشان نعدي، لان احنا جبنا جدا من العربيات دي. فوقفنا استناه حوالي دقيقتين 3 كده. اول بقى ما قفلت رحنا طلعنا نجري على طول على الناحية التانية. هنا بقى وقفنا، طبعا هو عند سيدي بيش يعني في شارع العيسوي، اكيد الاسكندرانيين يعرفوا شارع العيسوي. هنا ده بقى قبل ما نروح العيادة بتاعتنا فدخلنا عيادة تانية، عيادة أسنان بقى عشان عايزين برضو نعمل لها أسنانها وكده. فبنسأل بقى على الدكاترة الكويسة ونشوف العروض اللي عندهم. طبعا هقول لكم كل دوت، بس اكتبوا لي تحت في الكومنتات. هنا بقى احنا كده وصلنا للعيادة اللي احنا طالعين لها. بنتي بقى يعني خايفة شوية، مأخرة رجل ومقدمة رجل، وانا عمالة اشجع فيها طبعا وعمالة اقول لها يلا ما تقلقيش. يا جماعة ده روتين عروسة عرايس ولازم يتعمل، يعني لازم نشوف الدكتور هيقول لها ايه على بشرتها. بس الحمد لله احنا لما سألناه يعني تنظيف بشرتها امتى، قال لا هي مش محتاجة تنظيف بشرة، وهي ما شاء الله يعني بشرتها جميلة وحلوة مش محتاجة. فادي كده الريسبشن اهو، ده السكرتيرة بتاعت الدكتور. فاحنا بقى بنسألها وبنقول لها على الميعاد اللي احنا كنا واخدينه. فطبعا هو كان معاه حد جوه كان بيعمل لازمة في شعره. انا سألتها يا جماعة على البلازما ديت وعلى الفوائد بتاعتها يعني. قالت ان هي حاجة تحفة جدا، بتمنع تساقط الشعر وبتمنع تقصفه. وفي الفراغات ديت اللي بتبقى في الراس يعني بترجع الشعر تاني. وهي ما شاء الله كان شعرها تحفة. هي قالت لي ان هي بتعمله كل يعني جلسة كل شهر مرة. طيب احنا لو هنرفع لفوق بس هيبقى فوليومها اكبر من اللي تحت، فاحنا لازم نحقن الاثنين عشان يبقى في تناسق بشكل طبيعي. انت هتاخدي حقن، سهلي تاخدي حقن. بص معايا يلا. وبكده طبعا الدكتور كشف عليها وقال لها ان هي محتاجه تملى من فوق شويه، فلما تملى بقها من فوق شويه فهيبقى الاتنين كده متناسقين بس كده. فطبعا سألناك، هو كان عامل عروض يا جماعه، بس انا طبعا مش هقول لكم لما تسالوني تحت في الكومنتات علشان اشوفك وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ولا لا، علشان بدل ما اتعب نفسي بعد كده يعني بلاش بقى فكني منها. ولو وصلتوا لحد هنا من الفيديو حبايبي حطوا لي لايك على الفيديو وقولوا لي كلمة ايه، قولوا لنا العروض كانت ايه والعنوان. ايوه وانا هقول لكم على كل حاجة ان شاء الله. هنا طبعا هو حط لها الكريم دوت بيبنج يعني كريم مبنج ولا ما اعرفش اسمه كريم ايه. المهم ان هو ما يخليهاش تحس بالابره وكده بس. وقال لها نص ساعه وتدخلي لي تاني، فهي تدخل له بعد نص ساعه ودينا مستنيين. وهنا كده بنتي دخلت له بعد نص ساعه بالظبط، فهي ديت بقى المساعده بتاعت الدكتور بتحضرها يعني وكده. وهنروح طبعا احنا ما كناش عاملين اكل ولا عاملين اي حاجه، فقعدنا نفكر ناكل ايه ناكل ايه. فاحنا ماشيين كده لقينا
ريحة الكشري كده مفحفحة في مناخيرنا، فقلنا لا احنا بقى نديها كشري النهاردة. طبعا الدكتور منعها من الحاجات السخنة. قال لها لازم تشربي مية كتير، علشان لو انت جسمك ملقاش فيه ميه فبيمتص من الفيلر، عشان الفيلر دوت يا جماعه هي حقن فيلر. الفيلر دوت يعني ماده سايله زي الميه، فاهمين انتوا؟ فقال لها لازم كل شويه كده طول ما انت قاعده تشربي في ميه لازم يعني. فقال لها وكمان لو شربتي ميه كترتي في الميه يعني هيخلي الفيلر دوت يكتر في المكان اللي هو محقون فيه. يعني اي حد حقن فيلر يا جماعه لازم يشرب له ميه كتير جدا وما يسهاش عن الميه. فطبعا المهم ان احنا قعدنا نفكر هناكل ايه، وزي ما قلت لكم كده ان احنا ماشيين فشمينا ريحه الكشري بقى، ما اقولكمش على ريحتها ولا اقول لكم على طعمه اللي كان جميل، كان روعه جدا. فالمهم دخلنا بقى عند محل الكشري. الطبق اللي انتوا شايفينه دوت ب15 جنيه، طبق صغير جدا طبعا يعني. شبعنا بالعافية الحمد لله. المهم وكان في طبق قده كده او اكبر شوية وعليه كبدة كان ب25 جنيه. فانا بقى جبت 2. انا وريهم طبعا مش بنحب الكبدة، او بمعنى الاصح مش بناكلها من بره. يعني احنا عشان ناكل كبدة لازم نكون احنا اللي عاملينها بايدينا، ونكون شاريينها يعني من الجزار اللي احنا بنجيب من عنده، مش من اي حد ناكل كبده. لان انا كذا مره اكل الكبده ديت من بره ويحصل لي تسمم منها. حوالي مرتين كلت كبده من بره وجالي تسمم وايه ما لكمش كنت بموت. فانا حرمت الصراحه ان انا اكلها بره. انا لازم بقى انا اللي اجيبها واعملها كده بايديا علشان اعرف اكل منها. المهم انا جبت طبقين من غير كبده، وعيالي بناتي الاتنين التانيين بقى جابوا الطبقين اللي هم هياكلوهم بالكبده. فالساده دوت الطبق ب15 والطبق ابو كبده ب25 جنيه. اهو الاتنين دول بتوعي انا وريهام، واخواتها التانيين اخدوا بقى الاطباق بتاعتهم وهم بياكلوا بقى ايه دلوقتي، يعني مش مستنيين حتى ندخل لهم. وهو ده الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى حبايبي اللايك على الفيديو بالله عليكم يا جماعه، يعني اقفوا جنب اختكم كده فحطوا لي لايك وحطوا كومنت حلو كده منكم، ادعوا لبنتي دعوه حلوه. واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله، مع الف سلامه.